بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، أرحب بانضمام الشيخ علي بن حاج نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ. الشيخ علي، بعد الترحيب بك، 13 مليونا من هؤلاء الشباب متورطون في عالم الإجرام وأية جرائم، رقم كبير وكبير جدا، وهذه الإحصائية مصدرها قيادة الدرك الوطني. أليس هذا مدعاة لدق ناقوس الخطر؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. لا شك أن الموضوع الذي تتطرقون إليه الآن هو من الموضوعات الهامة والخطيرة جدا، وتحتاج إلى وقت واسع، كما أنها أيضا تحتاج إلى متخصصين في جميع نواحي العلوم الإنسانية، وخاصة ما يتعلق بعلم نفس المجتمعات والجريمة وأمور كثيرة. ولذلك ما أظن بأن حصة واحدة أو حصتين أو 10 حصص أن تأتي على الموضوع من جميع جوانبه، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك أقله. ونحن نرى بأن السبب الأساسي في هذه الأزمات كلها، منها جنوح هؤلاء الأطفال، مرجعه إلى أن النظام السياسي أفسد المنظومة التربوية، وأفسد المنظومة المسجدية، والمنظومة الاجتماعية، والمنظومة الإعلامية. وإذا هذه المنظومات عندما أفسدها النظام أفسد من ورائها جيلا بأكمله. إذن شيخ علي بن حاج، هناك من قال، كان معي الدكتور الأستاذ بوجمعة قشير، قال ربما هذا التقرير بالغ في ربط هذه المسألة بالعشرية السوداء بالإرهاب، فهؤلاء لا علاقة لهم بالإرهاب، هذا جيل جديد له علاقة بهذه الأحياء القصديرية، بالأحياء المكتظة بالسكان، بمشاكل البطالة، بالآفات الاجتماعية التي ظهرت حديثا. لا يمكن ربط ما يحدث اليوم بما حدث في التسعينات أو بسنين الجمر. ما رأيك؟ عندما تستمع إلى تصريحات كثير من الوزراء والمسؤولين السياسيين في جميع القطاعات، عند يبررون فشلهم بأن مرد ذلك الفشل يرجع إلى العشرية السوداء كما يسمونها، أو ما يسمونه بسنوات الإرهاب بين قوسين. معنى ذلك أنهم جعلوا من كلمة الإرهاب شماعة لفشلهم في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتربوي والثقافي والإعلامي والدعوي إلى آخره. هذه في الحقيقة شماعة. النظام هو في حد ذاته هو نظام إرهابي، هو نظام إرهابي، والأجهزة الأمنية المختلفة باستثناء بعض الأشخاص الطيبين فيها أيضا هي تقوم على الإرهاب، إرهاب الشعب الجزائري والتنكيل به وقمعه، لا سيما يعني الأحياء الشعبية المغبونة المهمشة التي يظهر فيها مثل هذه الانحرافات السلوكية والأخلاقية والإجرامية. إذن لا يمكن رد جميع. ثم بعد ذلك ينبغي أن ندرس متى جاء الإرهاب، كيف حدث الإرهاب في الجزائر بين قوسين. لا شك أن السنوات العشرية السوداء كما يسمونها أو الحمراء مردها إلى اغتصاب الإرادة الشعبية. الجزائر قبل 92 فيها إجرام، فيها جروح، فيها جرائم، لكن لم تكن بهذه السعة وبهذا الانتشار المهول المخيف، لم تكن. إذن قبل أن نعلق هذا على شماعة الإرهاب والفشل في جميع القطاعات على شماعة الإرهاب، لا بد أن نعلق هذا على الذين اغتصبوا الإرادة الشعبية، وأيضا أسقطوا مؤسسات الدولة وجاءوا بمؤسسات على مقاسهم بقوة الحديد والنار،
ثم وقع الفعل ورد الفعل وحدثت الجرائم والمجازر وهذا. هذه أيضا من آثار تلك الأزمة. إذا قبل أن نعود إلى الإرهاب لابد أن نسأل السؤال الحقيقي: كيف جاء الإرهاب إلى الجزائر؟ هو مرده إلى اغتصاب الإرادة الشعبية بسياسة الحديد والنار. سأعود إليك الشيخ علي بالحاج، ابقى معي، سأعود إليك بعد لحظات. ينضمني الآن مشاهدينا الكرام ياسين الخالدي، وهو أحد الشباب الحقوقيين من غليزان. بعد الترحيب بك ياسين، ما هي قراءتك الأولية لما ورد في هذا التقرير الصادر عن قيادة الدرك الوطني في الجزائر العاصمة؟ آلاف، ربما أعطى رقما أكبر من ذلك، عن الشباب في الجزائر قال هم متورطون توريطا كبيرا في الجرائم. وأية جرائم؟ خطف الأطفال، القتل، اللصوصية في وضح النهار، المخدرات وما إلى ذلك. ياسين. أولا السلام عليكم وعلى كل مشاهدي قناة المغاربية. عليكم السلام. إذا أردنا أن نذهب إلى التقرير الدرك الوطني فيجب أن نعالجه بصفة أنه تقرير من جهة نظامية. فإذا أردنا أن نحلل فعلا بين سنة 2011-2012 في ظرف شهرين 2700 جريمة، ولكن ما هي أسباب هذه الجريمة؟ إذا تكلمنا عن ما يسميه النظام أو ما يسميه مؤيد السلطة بالعشرية الحمراء أو العشرية السوداء الذي وقع في الجزائر، نحن كنا شهود عيان فيما وقع. بعد ما وقع الانقلاب وبعد دفع الناس إلى المعتقلات العشوائية أخذنا نحن كشباب صغار، وأنا أتكلم هذا الأمر على أساس أنه واحد من هذا الشباب. بعد مباشرة عملية الاختطاف اللي كنا نشوفوها، كنا نشوف نرى الجثث مترامية هنا وهنالك، كنا نرى الجثث محرقة. ماذا تريد مني أنا الشاب كنت أقلب الجثث الذي كان ترمى بعد إعدامهم وبعد أن يرى عليه أثر كبير؟ ماذا تريد بعد أن نرى نذهب نتف الناس تاع المجازر الجماعية؟ ماذا تريد أن الشاب كان نشوفه برا مرات الشرطة بعد حضر تدوير ترمي الرصاص مباشرة على الشعب؟ ماذا تريد من الشاب مثلي رأى تلك الجرائم؟ من يحمل المسؤولية؟ هل يحمل الشباب كان يتعرض إلى ضغط متباين، ضغط مسلط من طرف السلطة، سواء الضغط سواء الشرطة وسواء الجيش. كنا نرى بأم أعيننا يتم اعتقال شباب لسبب تافه، أنه ينتمي إلى أحد الأفراد مسلح أو مواظب على المسجد أو إنسان إلى صوصب، يتم اغتياله إلى مركز الشرطة والمركز يعذب ويسخر، وعندما لا يجب عن شيء يترك. هذا الشاب عندما يريد أن يعتقل مرة ثانية يذهب إلى من يسمى بالإرهاب أو إلى من يسمى بالعمل المسلح. هذه الواقعية اللي كرهت كانت عبارة عن إرهاصات عن مرحلة وقعت كان سببها النظام. إذا حملنا الشباب، نعرف أن الشباب لهم قوة نفسية، مش بعض الشباب مراهق. ما وقع بعد أن يحملوا إلى السلطة التي استعملت كل وسائل الدولة وكل مؤسسات الدولة حتى أموال الشعب في اضطهاد ما يسمى تحت عنوان مكافحة الإرهاب، أجاز فيهم كل شيء. الآن خرج شباب رأى كل شيء وبدأ تلك الأمور تنعكس عليه سلبا، حتى عبارة والله نطقلك والله ندلك والله نعمل أصبحت شيء تلقائي في مجتمعنا. ظاهرة الاختطاف الأطباء سبقتها ظاهرة الاختطاف المنظمة التي قام بها هذا النظام، ظاهرة الجريمة المنظمة، لأن الشباب أيس مما وقع فيه. الشباب يريد حلا من السلطة. هل ترى نجد شاب في عمل مستقر وسكن مستقر وعدالة اجتماعية وقضاء نزيه يروح له الجرائم؟ لماذا عندما النظام دائما يخرج أي قرارات دائما يلصقه بما يسمى بالإرهاب؟ الإرهاب كانت حالة استثنائية. زيد على ذلك أنا كناشط حقوقي عندما يتم اعتقالنا ونحن في مسيرة السنية يستعمل ضدنا عقوبة خط، مرات يضربونا بالمسدسات الكهربائية التي تشعق بها العجول، مرات كان يتم جرنا في الأرض ويفتحوا الشرطة ويفتحوا الضغط يقولنا نحن أوقفنا الإرهاب، كأنما وقع في الجزائر من دمار ومن هدم ومن ذكر. خرج علينا هذا النظام بصفة منتصر. الآن هل النظام رمز استعد أنه يعالج الأمور على أنه هو المخطئ أم أنه هو الذي انتصر؟ زيد على ذلك أضيف لك نقطة مهمة. شبابنا اليوم أصبح إما أنه ينتحر شرقا أو حرقا أو غرقا، وإما أن يذهب إلى مسيرة سلمية يوقف طرف حقوقه ثم يقمع.
أو إما يروح لهذه الجريمة الذي يرى فيها المتنفس. نحن إذا أردنا كشباب وإذا أردنا كشعب جزائري لا يجب تماما أن نرى بما تراه السلطة، لأن السلطة قد أثبتت تعجز على كل المستويات وبكل المقاييس وعلى كل الأصعدة. فلهذا إذا أردنا أن نعالج الجريمة أخي عثمان فيجب أن تصلح السلطة نفسها قبل أن تصلح الشعب. نعم. فلا ينبغي بأي حال من الأحوال أن نتكلم عن الجريمة، والذي غرس ثقافة الجريمة هو النظام وما قام به في سنوات التسعينات، ولو ذكرناه ذكرا واتبعناه اتباعا ما وسعتنا الحصة ولا الحصتان. وهو كذلك ياسين الخالدي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من غليزان غرب الجزائر. أرحب بكم مشاهدينا الأفاضل. لمن التحق بنا الآن فقط نذكر بأننا فتحنا اليوم ملف الإجرام بين الأحداث والشباب في الجزائر، وندق ناقوس الخطر خاصة بعد صدور تقرير من قيادة الدرك الوطني حول استفحال هذه الظاهرة شيئا فشيئا. أعيد الترحيب بالشيخ علي بن حاج نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ. ما رأيك شيخ علي بن حاج في من يقول بأن طبيعة الجزائري أصله ميال للعنف وليس إلى الحوار، وهنالك أسباب ربما بسيطة لكن تؤدي إلى نرفزته بطريقة فجائية بطريقة سريعة إذا قرن ببعض أفراد الشعوب المجاورة كالتونسيين مثلا، أو إذا ذهبنا نوعا ما بعيدا إلى السوريين تجد أن الجزائري هو بدوره في الكلام ميال للعنف وما إلى ذلك. ما رأيك فيما ينسب للجزائريين من عنف؟ على كل حال هذا الطرح لا أراه صحيحا على كل حال، لأن الإنسان يولد على الفطرة. نعم. فالمسألة كما قال ابن خلدون في المقدمة أن الأقاليم التي يسكن فيها الناس ربما تعطي شيئا من هذه القضية إلى أهلها. فسكان الصحراء لهم طبيعة، وسكان الجبال لهم طبيعة، والسكان السهول لهم طبيعة، والحاضرة لها طبيعة، والبادية لها طبيعة. ولكن شيخ علي بن حاج، لماذا ظاهرة الانتحار مثلا انتشرت في السنين الأخيرة في الجزائر أكثر من دول العالم بكثرة بأجملها؟ لاحظ مثلا الذي حرم من رؤية ابنته من زوجته التي طلقت مثلا منذ شهور انتحر منذ يومين، قرأت ذلك في الأخبار. هناك من لم يجد اسمه في قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي انتحر، هناك من يعاني من البطالة ينتحر. ما هذا؟ هذا يرجع إلى ماذا؟ أولا نحن الشعب الجزائري شعب مسلم، والشعوب المسلمة ما لم تضبطها أحكام الشرع فإنها تنفلت من عقالها. والشعب الجزائري عبر التاريخ تعرض إلى ظلم المستعمرين، يعني من الرومان والوندال وفرنسا. يعني هذا العنف ولد فيه هذه الحدة. وبالمناسبة أقول أيضا، وإن كنت لا أريد أن أدخل القضايا الخاصة بالقضايا العامة، فمثلا عندي أحد أبنائي وأنا لي 5 من الأولاد، أحدهم حاد المزاج وطبعه شديد ومراسه شكيمته قوية. فهذا في الحقيقة ينبغي أن نعرف ما هي الأسباب التي تجعل من أي إنسان هذه الطبع إلى قاسي أو فيه شيء من الحدة. هذه مظاهر يعني في الحقيقة ينبغي علينا أن ندرسها. ولذلك قلت في افتتاح الكلمة أن هذا الموضوع يحتاج إلى مختصين ويحتاج إلى حلقات كثيرة. وأنا أرى بأن العدد الذي أعطته قيادة الدرك أو ستعطيه يوما ما قيادة الأمن الوطني 13 مليون، هذا في الحقيقة شيء قليل. الشعب الجزائري يعني تستطيع أن تقول أكثر من 50%. الآن هناك قنبلة موقوتة لا تنفجر السنة المقبلة أو السنة التي بعدها، بل 15 سنة 20 سنة أخرى، وسنرى أن الإجرام وأن العنف وأن أخذ الحق باليد لا عن طريق الدولة سيتفاقم. لماذا؟ لأن ليس هناك عدالة في الجزائر، هناك عدالة على الضعفاء ولا تشمل الأقوياء. فمثلا أولاد الفقراء والمساكين هؤلاء يشدد عليهم ويضربون ويصفعون ويهانون في مخابر الشرطة وفي الشوارع، بينما
عيلة القوم وكبار القوم هؤلاء لهم عدالة، حتى إذا وقعوا في حبالها فإن سرعان ما يطلق سراحهم ويعودون إلى أهلهم وإلى منازلهم. ففرق بين الإجرام الذي يتولد من الأحياء الفقيرة المهمشة، وهذه مسؤولية الدولة وليست مسؤولية الأحزاب السياسية، ومسؤولية الدولة. كيف من 62 إلى يومنا هذا ما زال هنالك يعني في عبر القطر الوطني ما زال من يسكن في بيوت القصديرية والأكواخ وكهوف الجبال. لماذا؟ هذا أيضا يولد هذه الأشياء. إذا فالموضوع موضوع يحتاج إلى وقت أوسع وفسحة من الوقت حتى نحلل الأسباب السياسية والاقتصادية والمنظومة التربوية. حتى المسجد الآن، حتى المسجد لا يقوم بواجبه في التربية وفي التثقيف. والأسر لها أسبابها أيضا، الأسر أيضا أصيبت في هذه الفترة بفقدان الوالدين وقتل بعضهم وسجن بعضهم، سواء من هذا الطرف أو من ذلك الطرف. وهو كذا الشيخ علي بالهاس. سأعود إليك بعد لحظات شيخ علي، صبرا علي قليلا، سأعود إليك بعد لحظات. الشيخ علي بن الحاج، هل لديك إضافة عما قاله الأستاذ وهو متخصص في علم الاجتماع؟ أريد منك أن تتحدث أيضا عن الوازع الديني في الجزائر. يقولون اليوم بأن نقصان الوازع الديني له دور بارز فيما يحدث اليوم، تكاد لا تسمع استحي في الشارع الجزائري. زمان في السنوات الماضية كنا نسمع من أي شيخ يمر، من أي رجل يقول إذا مثلا ارتكب شخص ما مخالفة يقول له الآخر ألا تستحي لا تفعل هذا. لكن اليوم يقال في الجزائر أنه لا تكاد تستمع لمثل هذه العبارة. في السنوات الماضية وكنت واحدا منهم، لما نرى معلمنا أو أستاذنا نغير الطريق، حتى لا يمكننا أن نقابل معلمنا وأستاذنا وجها لوجه من فرط الحياة فقط. الآن هم يركزون على نقصان ما يسمى بنقصان الوازع الديني. كيف ترى هذه المسألة شيخ علي؟ أرى بأن الوازع نوعان، وازع سلطاني ووازع ديني. الوازع الديني لماذا ضعف؟ لأن الأئمة القائمين في على بيوت الله تبارك وتعالى في ذلك الوقت كان أغلبهم يعني تطوعا حسبة لله تبارك وتعالى، ليس بموظف. الآن إلا من رحم ربي، لا يمكن أن نعمم، لكن إلا من رحم ربي. الآن الإمام يعتبر موظف يؤدي وظيفة لا أكثر ولا أقل، ويتقاضى على ذلك أجرا، وأيضا مرتبط بالمسكن وبالوظيفة مما يدل على أنهم أيضا لهم مشاكل، أسسوا نقابتين للدفاع عن حقوقهم. فهذه المسألة الوازع الديني يرجع ليس فقط للمسجد. النظام في حد ذاته هو ليس له وازع ديني، نظام قائم على الكذب، يكذب على الشعب. الوالي يكذب، رئيس البلدية يكذب، رئيس الجمهورية يكذب، قائد الدرك يكذب، قائد الأمن يكذب. يعني عندما تقرأ مثلا ما يقوله المدير العام للأمن في الجرائد أو في الفضائيات أو في الحوارات تقول ما شاء الله، لكن عندما تنزل إلى الواقع وتحتك به فالأمر سوء بالغ السوء في الحقيقة. إذا المسألة الوازع الديني له أسباب كيف ضعف، لكن الوازع الديني ضعف عند السلطة، ضعف عند الدولة. مثلا عندما قيل أن ابنك فعل كذا وكذا، قلت لهم بما ستعاقبونه؟ أتعاقبونه بالقانون أم بأحكام الشريعة الإسلامية؟ لأنكم إذا عاقبتموه بغير أحكام الشريعة الإسلامية يكون ذنبكم هذا إذا ثبت ما نسب إليه أعظم عند الله عز وجل. فالوازع الديني ضعف عند الدولة بحد ذاتها. مثلا عندما يقول الأسرة الأخ الذي تحدث قبلي بارك الله فيه وجزاه الله خيرا وهو ملم ومن أهل الاختصاص في هذا المجال، لكن عندما نسن قوانين الأستاذ لا يستطيع أن يؤدب في المدرسة، والأب إذا بلغت ابنته 18 سنة
أو ابنه 18 سنة فإنه يفعل ما يشاء. فإذا تدخل الأب أو أحد الأطراف يذهب إلى مراكز الشرطة، ومراكز الشرطة تعطي الحق للفتاة التي تذهب إلى السباحة في البحر عارية، وإذا الأب ضربها فإنه يستطيع أن يدخل إلى السجن. فهناك، ولذلك قلت هناك عوامل كثيرة متداخلة، لكن ما لا يمكن أن نسمح به أو أن نستمع له أننا نقول بأننا نحذر أن هذا إذا لم نعدل المنظومة التربوية والمسجد والسياسة والاقتصاد والاجتماع والثقافة، إذا لم يحدث هنالك تغيير جذري لهذه السياسات الفاشلة كما سبقني بذلك الأخ المتقدم، إذا لم نعيد النظر في هذه السياسات فإن المستقبل سيكون أسودا. مثلا منذ 3 أيام هنالك معركة في باب الواد في حي الكريار بالسيوف، ودخلوا حتى إلى ديار الناس، والشرطة لم تتدخل. الشرطة أيضا لا تتدخل إلا إذا مات الناس أو جرح الناس، تتدخل في اليوم الثاني أو بعد أن تضع المعركة أوزارها، عند ذلك تتدخل، وهي لا تتدخل والشجار معتدم خوفا على نفسها. وإذا سألت رجال الشرطة لماذا لا تتدخلون، يقول لك نخشى أن نضرب بسيف أو كذا أو كذا، ثم بعد ذلك لا نستطيع أن نسترد حقوقنا إلى آخره. فهناك عوامل حتى في الأجهزة الأمنية لابد من إعادة النظر فيها، في تربيتها، في انتقاء أشخاصها، في السلوكات لأن بعض رجال الأجهزة الأمنية لا يقلون إجراما على المجرمين الذين هم في الشارع، بل بعضهم أشد، يلبس لباس الدولة ويحقر الناس بلباس الدولة ويهين بلباس الدولة، وهذا مفجر للانتفاضات والإضرابات والعنف. طيب سأعود إليك شيخ علي بالحاج، أعود إليك شيخ علي بالحاج، ما رأيك فيما كان يقوله الأستاذ؟ هناك عوامل عديدة تسند بعضها بعضا في حدوث مثل الجرائم وكثرتها. ذكر الأستاذ الأسرة، الشارع، المدرسة، وسائل الإعلام، تكلم عن الأحزاب. هذه كلها عوامل لا يمكن أن تفرق أو أن تبتعد عن بعضها بعضا، بل هي تدعم كلها هذه الظاهرة، ظاهرة كثرة الجرائم. ما هو المخرج في رأيك أنت، اعتمادا على ما كان يقوله الأستاذ في علم الاجتماع؟ ما هو المخرج؟ كيف نكسب أبناءنا من جديد؟ كيف ننصحهم؟ كيف نوجه لهم التوجيهات السليمة حتى يصيرون في الطريق السوي ونبعدهم عن هذه السلبيات التي يتخبطون فيها؟ لا شك أن الطريق لعودة هؤلاء الجانحين ليست بالوعظ والإرشاد فقط، نعم، بل بالسياسات. السياسات ينبغي أولا أن يكون هنالك نظام سياسي مختار من عند الشعب، وحريص على الشعب، وحريص على إعطائه جميع الحقوق السياسية والمدنية والثقافية، بمعنى أن النظام السياسي له دخل كبير في تنشئة المجتمع على الصلاح وبعيدا عن الفساد. وإن كنت أقول بأنه المجتمعات كلها الإنسانية كلها يظهر فيها الجنوح والجريمة، هذا شيء مسلم به، ولكن هذه الدول المتقدمة والدول المتطورة لها أسس لمعالجة هذه الظواهر، معالجة علمية، نفسية، اجتماعية، اقتصادية، يدرسون الظاهرة ويعرفون جذورها ثم يقتلعونها شيئا فشيئا، وإن بقي منها شيء شاذ فإنه يعالج بطريقة معينة. لكن نحن في الجزائر النظام السياسي الفاسد هو الذي أفسد المجتمع، ساهم مساهمة كبيرة في إفساد المجتمع، أفسد المنظومة التربوية، وأفسد المنظومة الإعلامية، وأفسد مؤسسة الشارع، وأفسد مؤسسة القضاء، وأفسد حتى المؤسسات الأمنية. الكثير من الناس لا يعرف حجم الفساد الموجود في الأجهزة الأمنية، في الأمن، في الدارك، في الشرطة، في المخابرات، في الجيش الوطني الشعبي بجميع برا وبحرا وجوا. هنالك أيضا آفات كبيرة موجودة في هذه الأجهزة.
إذا ثم العنف الموجود، العنف في الملاعب، في المدارس، في الجامعات، حتى في البرلمان. الآن البرلمان فيه عنف اللفظي والعنف البدني. فإذا كانت هذه مؤسسات الدولة نفس الشيء. رأيتم البارحة مثلا أو قبلها يعني كيف تتدخل الشرطة في بعض الاعتصامات، ويعني بالقوة حتى أنها تضرب الناس. صحافي وضرب وشج رأسه. يعني في الحقيقة هذا شيء عجيب. إذا المشكل بالنسبة يعني كما قلت يحتاج إلى شرح طويل والاختصاص وأكثر من حصة وأكثر من مناظرة وأكثر من مساجلة علمية في هذا الباب حتى نعرف الجذور لنعرف الحلول. أما أن نقول بأن الأمور هينة، أنا لست مع الذين يهونوا من الأمر، أنا مع الذين نقول بأن هنالك قنبلة موقوتة. هذه أولاد الابتدائيات اللي في عمرهم 6 سنوات الآن بعض الآباء يخشى أن يذهب ابنه إلى الابتدائي، لأن هنالك سلوكات تعلمها في البيت على هدى من الله، ولكن عندما يذهب إلى المدرسة يجد الانحلال. هنالك انحلال رهيب في المدارس، رهيب. وهو كذلك الشيخ علي بن حاج، سامحني، نائب رئيس الجمعية الإسلامية للإنقاذ، شكرا جزيلا لك